من بعد ما امشي مش هتكسبوا بطولة أوروبية واحدة. هنتكلم النهاردة عن لعنة غوتمان. لعنة غوتمان واحدة من أكتر الحكايات شهرة في تاريخ كرة القدم، وخصوصا في تاريخ نادي بنفيكا البرتغالي. ومن بعد سنة 1962 بيعيش النادي في اللعنة دي. ويجي بقى السؤال الأهم هنا، مين هو غوتمان؟ غوتمان هو مدرب نمساوي كان بيدرب بنفيكا وفاز معاهم بكاس اوروبا اللي هو دوري الابطال حاليا سنة 1961 وسنة 1962. وبعد النجاح اللي حققه غوتمان مع نادي بنفيكا طلب زيادة في المرتب بتاعه، لكن إدارة النادي رفضت الطلب بتاعه، وده اللي خلاه قال تصريحه الشهير: لن يفوز بنفيكا بأي بطولة قارية أخرى. نيجي بقى لتبعات اللعنة، وان بنفيكا بدأ رحلة كبيرة جدا من الإخفاقات في البطولة القارية، على الرغم من انهم اتأهلوا لكذا نهائي، وكان ابرزها كاس اوروبا 1965 قدام انتر ميلان، و1988 قدام اندهوفن، واخيرا الدوري الاوروبي 2013 قدام تشيلسي. نيجي بقى للتأثير النفسي، وان تأثير اللعنة ما بقاش على النتائج بس، لا ده كمان وصل للعيبة والجماهير، وبدأ كتير منهم يصدق فعلا ان اللعنة ورا كل ده، وان الفريق ما قدرش يحقق اي بطولة قارية من ساعتها. وعلى مر السنين حاولوا انهم يكسروا اللعنة دي، وده عن طريق انهم يغيروا لعيبة ومدربين. في النهاية هتفضل لعنة غوتمان قصة مثيرة في عالم كرة القدم، وبتجسد ازاي ان الكلمات ممكن تأثر على واقع الأندية. ولكن هيفضل بنفيكا واحد من أكبر الأندية البرتغالية، واللي بيأمل مشجعيه في يوم من الأيام ان النادي يقدر يكسر اللعنة دي. لكن في النهاية هل انت فعلا مقتنع ان في حاجة اسمها لعنة؟ دي سايبها لك انت. كنت معاكم في ولكن، سلام.